عزيزي المشاهد، عايزك تقولي ايه هو الجانب المشترك ما بين الثلاث شخصيات اللي هقولك عليهم دول. اول واحد وهو خالك اللي واكل ورثكوا ولا زي ما يكون طبق مكرونه بشاميل بالجبنه الموتزاريلا. تاني حد وهي صاحبتك اللي مهما جبت لها حاجات ومهما جبت لها هدايا عمرها ما بترضى وعمرها ما بتتبسط ومفيش حاجه بتعجبها ودايما بتطلب اكتر واكتر واكتر. تالت واحد هو مديرك في الشغل اللي حرفيا بيديك نسبه 0.00001% من المبيعات اللي انت بتعملها في الشركه. ايوه بالظبط، الجانب المشترك ما بين 3 شخصيات دول هو الجشع، واحدة من الخطايا السبع المميتة. ودي سلسلة جديدة هبدأها، هرشح وهتكلم فيها على أفلام بتعكس الخطايا السبعة، وكل فيديو هيكون عن خطية من الخطايا دي، وهتكلم في كل فيديو عن 7 أفلام بالظبط. فاهم يعني 7 أفلام 7 خطايا؟ فهمت قصدي؟ وهنتكلم عن كل فيلم وشخصياته بدون حرق طبعا، وهنشرح ازاي كل فيلم وكل شخصية بيعكس الخطية دي. وأول فيديو معانا وأول خطية معانا هنتكلم عليها وهي الجشع. معنى الجشع بشكل سريع هو الرغبة في امتلاك ما لا تملكه على حساب الآخرين. بمعنى خلينا اديك مثال بي انا شخصيا. من كام سنة كنت شغال في شركة ما، والشركة دي كان صحابها 2، خلينا نسميهم فلان وعلان. فلان مثلا كان ممكن يعمل في الشهر حوالي 150 ألف جنيه، وعلان مثلا كان ممكن يكون بيعمل في الشهر 160 ألف جنيه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني. وانا في الفترة دي كنت بقبض حوالي في الشهر 6000 جنيه، والشركة وقتها مرت بأزمة اقتصادية. ففلان وعلان قعدوا يفكروا في طريقة ان هم يوفروا الفلوس. وقعدوا يفكروا ويفكروا ويفكروا، يا ترى ازاي ممكن نوفر فلوس في ظل الأزمة دي. فبعد تفكير طويل الحل اللي هم طلعوا بيه ان هم يخصموا مرتبي للنص، بدل ما يكون 6000 جنيه هيكون 3000 جنيه بس. اوف، مش ممكن، يا الهي على الحلول اللوزعية. لكن السؤال بقى هنا، هل الجشع مرتبط بس بالفلوس؟ وايه الفرق ما بين الجشع والطموح؟ السؤالين دول هجاوبك عليهم في الافلام اللي هنتكلم عليها في الفيديو ده. فمن غير رغي كتير يلا بينا نبدأ بفيلم بعتبره واحد من أفلامي المفضلة، وهو فيلم فارجو. فيلم فارجو بتدور أحداثه في مدينة اسمها فارجو، والمدينة دي جزء من ولاية مينيسوتا. بنشوف شخص اسمه جيري، وده بياع عربيات، وبياع عربيات فاشل، وشخص مديون ومضغوط ماديا. فكر في خطة جشعة وقذرة عشان يقدر يخرج من الأزمة المادية اللي هو فيها. أجر 2 مجرمين إن هما يخطفوا مراته، عشان كان عايز يطلب فدية كبيرة من أبوها، لأن حماه كان راجل غني جدا، ويحتفظ هو بجزء كبير للفلوس من نفسه، وجزء تاني يسلمه لل2 مجرمين. والخطة اللي تبان صغيرة وبسيطة دي أدت لمذبحة حرفيا مات فيها كذا حد، وكل ده بسبب راجل غبي وساذج وجشع اختار ان هو يحط حياة مراته وحياة عيلته في خطر، وكل ده عشان شوية فلوس. ولو تسألني هل في شخص فعلا في الحياة الحقيقية ممكن يعمل كده، أحب أقولك إن في أول الفيلم قالوا إن الفيلم ده قصته مبنية على أحداث حقيقية. العالم مكان قاسي مليان بالناس الجشعين والساذجين. زي ما قلت لك في أول فيديو، الجشع هو الرغبة في امتلاك ما لا تملكه على حساب الآخرين. وجيري ما كانش عايز يمتلك اللي هو عايزه على حساب أي حد، لا ده كان على حساب حياة مراته وعيلته حرفيا. الفيلم اللي انا بحبه جدا بيبدأ بداية هادية، فيلم تحسه شتوي كده دافي، لحد مرة ولا مرة تبدأ تتصدم من الجرايم اللي بتحصل في الفيلم. فيلم من اخراج الكوين براذرز اللي انا بعشقهم حرفيا وبعشق افلامهم. عملوا افلام زي انسايد لوين ديفيز، ذا بيج ليباوسكي، ريزنج اريزونا، ونو كانتري فور اولد مين. فاتفرج على الفيلم ده وصدقني مش هتندم. الفيلم التاني معانا هو فيلم The Apartment، انتاج 1960. عارف انت ممكن تقولي الفيلم قديم قوي يا عم وبتاع، بس صدقني الفيلم ده ممتع جدا جدا جدا. فيلم كوميديا سوداء بيعكس الجشع الاجتماعي. بيحكي الفيلم عن سي باكستر، ده موظف صغير ولكنه طموح جدا، شغال في شركة تأمين كبيرة في نيويورك. وعشان يعرف ان هو يترقى بسرعة اسرع من العادي واسرع من بقية الموظفين، جات له فكرة غريبة وعجيبة ومريضة بغباء. الراجل ده كان عايش مأجر شقة في نيويورك، قرر ان هو بيعير شقته وبيدي مفتاح شقته للمديرين اللي اعلى منه في الشركة عشان يقدروا يخونوا مراتاتهم براحتهم في الشقة دي.
اكيد انت فاهم يعني عزيزي المشاهد، المديرين دول بيجيبوا بنات يعرفوها وبيطلعوا الشقة دول يعملوا ايه، يعني مش محتاج اتكلم. اكيد طبعا بيطلعوا يفتحوا التلفزيون ويستمتعوا ويتفرجوا على قناة مروانيات. في مقابل الخدمة اللي بيعملها باكستر للمديرين دول بيتم ترقيته في شغله، والدنيا بتبقى ماشية مع باكستر بشكل حلو، خطته بتبقى ماشية زي الفل زي ما هو مخطط بالظبط، لحد ما بيكتشف ان مدير الموارد البشرية في الشركة اللي هو واحد من اكبر المديرين في الشركة اللي هو شغال فيها بيأجر منه الشقة عشان يقابل فيها البنت اللي شغالة في الاسانسير في الشركة دي. والازمة هنا بقى ان باكستر من اول الفيلم هو بيحب ومعجب بالبنت دي. الفيلم ده فيلم تاني من افلامي المفضله. هتقول لي ايه يا عم، هي افلامك كلها افلامك المفضله؟ هقول لك عيب عليك يا عزيزي المشاهد، انا مش بديك اي حاجه. يعني باكستر في الفيلم ده هو مش راجل شرير خالص، ما بيأذيش حد، هو عنده جشع للنجاح، هو مستعد ان هو يضحي بخصوصيته وببيته وبكرامته لأجل الترقية ولأجل مرتب زيادة. وجانب الجشع التاني في الفيلم ده هو جشع المديرين اللي هم بيمثلوا جشع القوة، اللي هم بفلوسهم ونفوذهم الكبير في الشركة يقدروا يتحكموا في باكستر وفي أي حد. باكستر بيفتكر ان هو ذكي وان هو لقى خدعة يقدر يلعب بيها في نظام الترقية، ولكن بيكتشف ان هو أداة بيتم استغلالها من ناس جشعين اكتر منه. وصدقني الفيلم ده هيعجبك جدا، برغم ان هو قديم. الفيلم ده كسب اوسكار سنتها، فيلم كوميدي وممتع جدا، وانا متأكد ان انت هتستمتع بيه. ولو انت فاكر ان قصة فيلم ذا ابارتمنت دي غريبة شوية، اتقل معايا لاخر الفيديو، حرفيا هتسمع قصة لواحد من اغرب الافلام اللي هتشوفها في حياتك. الفيلم التالت معانا وهو فيلم مارتي سوبريم، يعتبر اجدد فيلم معانا في القايمة دي لحد دلوقتي، لسه نازل السنة اللي فاتت حرفيا. الفيلم بيتكلم على شاب اسمه مارتي، وده شاب موهوب جدا في لعبة البينج بونج في فترة الخمسينات، وان هو صعد من كونه لاعب عادي في الشوارع وفي النوادي الصغيرة لان هو ينافس على بطولة العالم ويبقى ممثل لأمريكا. وهو عنده هدف واحد بس، ان هو يبقى لاعب بينج بونج بشكل محترف، بمعنى ان دي تبقى وظيفته الكاملة، لان وقتها لعبة البينج بونج ما كانتش مشهورة في امريكا، وكان اتحاد البينج بونج مش مهتم بيها اطلاقا. فهو هدفه ان هو يغير من كل ده ويغير من حياته الفقيرة ان هو يكسب بطولة العالم. ده كل اللي اقوله لك عن الفيلم، عشان الفيلم ده لسه نازل، فانا مش عايز احرق اي حاجة فيه خالص. لكن احب اقولك ان انت لو عامل حسابك ان الفيلم ده هيبقى فيلم ظريف لطيف، عبارة عن ان في واحد بيلعب بينج بونج وبيجتهد وبيتعب عشان يوصل اللي هو عايزه، احب اقولك لا، الفيلم اكبر واعمق من كده بكتير، ومليان جرايم ومشاكل وحوارات بيخش فيها مارتي ما بتخلصش حرفيا يعني. والجشع في الفيلم ده بيتمثل فيه الهوس بالوصول لحلمه ايا كانت الطريقة. وهنا بقى جاوب على السؤال اللي سألته في اول فيديو، ايه الفرق بين الجشع والطموح؟ الشخص الطموح هو شخص عنده هدف معين وبيسعى وبيجتهد ان هو يحقق الهدف ده، وان هو يجي على نفسه وما ينامش ويطلع عين نفسه حرفيا بس لأجل ان هو يحقق هدفه ده. وده السبب اللي يخلي مارتي جشع، مش مجرد شخص طموح. ان هو بيجي على نفسه بشكل كامل، لكن بجانب ان هو بيجي على نفسه، هو حرفيا بيجي على اي حد في حياته سواء يعرفه او ما يعرفوش، حرفيا بيأذي كل اللي حواليه لأجل ان هو يحقق حلمه وبس. الفيلم ده رائع، انا كنت منتظره جدا وعجبني جدا جدا جدا، ورشحه لأي حد، صدقني تجربة مجنونة وهتعجبك. الفيلم الرابع معانا هو فيلم فانتاستيك مستر فوكس للمخرج العبقري ويس أندرسون. الفيلم بيحكي عن مستر فوكس، وده ثعلب عايش حياة سعيدة عائلية بسيطة مستقرة، وشغال كصحفي بعد ما وعد مراته ان هو يسيب حياة السرقة، لان هو زمان كان بيسرق فراخ. ايوه فراخ. ولكن غريزته كثعلب وحياته المملة دفعته ان هو يخلف بوعده لمراته وان هو يرجع يسرق فراخ تاني. فخطط ل3 عمليات سرقة لأكبر 3 مزارع في المنطقة عنده، وبالفعل نجح ان هو يسرق المزارعين دول. ولكن المزارعين لما اكتشفوا ان مستر فوكس كان بيسرقهم، قرروا ان هم يستخدموا كل الوسائل الممكنة في إبادة مستر فوكس وعيلته وكل الحيوانات اللي في المنطقة حرفيا. الفيلم ده بيصور صورتين من الجشع، جشع الاستحقاق، ان هو شايف ان هو اذكى وامهر من ان هو يعيش حياة عادية كصحفي، وبيطمح ان هو يرجع يعيش مجده كثعلب حرفيا. فبسبب جشعه ده ان هو يلاقي ذاته ويلاقي الحاجة اللي بيحب يعملها تاني من جديد، حط حياته وحياة عيلته وحياة الحيوانات كلها في المنطقة في خطر.
وجشع التاني هو جشع المزارعين في الفيلم، لأن المزارعين في الفيلم هم ناس أقوياء في المجتمع وعندهم مصانع أكل كتيرة، ولكن بيرفضوا إن هم يستغنوا عن فرخة واحدة بس حتى، وقرروا إن هم يبيدوا الحيوانات كاملة سواء ليها دخل في السرقة مع مستر فوكس أو لأ. الفيلم ده يعتبر فيلم المفضل من افلام المخرج الرائع ويس اندرسون، اللي عمل حاجات رائعه زي مون نايت كينجدم وذا جراند بودابست اوتيل، ولكن ده هو اكتر فيلم انا شخصيا بحبه له. فيلم انيميشن بستايل ستوب موشن كده، هو فيلم عائلي ولكنه في نفس الوقت فيلم عميق جدا وفيه رسائل كتير. الفيلم الخامس معانا هو الفيلم الكلاسيكي ذا تريجر اوف سيريا مادري انتاج 1948، وده يعتبر جاد فازر افلام الجشع حرفيا. الفيلم بتدور احداثه في العشرينات وبيحكي عن راجلين اسمهم دويس وكيرتون، 2 امريكان بيتقابلوا في المكسيك، وبيقابلوا راجل عجوز اسمه هاورد، وده خبير في التنقيب عن الذهب، وبيقنعهم ان هم يروحوا معاه لجبل اسمه سيريا مادري عشان يدوروا على ذهب. وبعد رحلة طويلة استمرت ايام وايام وايام بيلاقوا الذهب فعلا. لا مش بس لقوا ذهب، لا ده لقوا كمية مهولة من الذهب. فمع كتر الكمية اللي لقوها بدأ الشك والجشع ان هو يخش في عقل دوبس، عشان تتحول الرحلة من مجرد رحلة عادية ان هم يروحوا يدوروا على ذهب الى ان هم بيصارعوا حرفيا لاجل البقاء، سواء بقى ضد الطبيعة او ضد قطاع الطرق او ضد نفسهم حتى. الفيلم ده يعتبر واحد من الافلام الكلاسيكية، واحد من اوائل الافلام اللي تناولت فكرة الجشع بشكل عام. وقبل ما تتهمني في التعليقات بالحنيكة الزايدة، جرب بس تدي للفيلم ده فرصة وصدقني هيعجبك وهتستمتع بيه. كفاية ان انا اقولك ان هو فيلم المفضل لمخرجي المفضل بول توماس اندرسون، اللي عمل افلام زي ماجنوليا وذا ماستر وان باتل افتر انذر اللي لسه نازل من كام شهر، وعمل برضو بانش درانك لوف وزير ويل بي بلود اللي هو سادس فيلم هنتكلم عليه معانا النهاردة. الفيلم بتدور أحداثه في أواخر القرن ال19 عن شخص اسمه دانيال، وده راجل يعتبر منقب عن النفط، وعنده طموح كبير جدا ان هو يبقى راجل أعمال كبير ويبقى أكبر منقب عن النفط في البلد. بيسمع ان في مدينة صغيرة في كاليفورنيا تحتيها نفط كتير جدا، فبيروح هناك مع ابنه الصغير عشان يبدأ رحلة الصعود وان هو يبني امبراطورية ليه على قفا المدينة دي. واحدة واحدة بيتحول الراجل ده من مجرد شخص طموح لان هو يبقى اكتر شخصية جشعة ممكن تشوفها في حياتك حرفيا. الفيلم ده بيعكس نوعين من الجشع، جشع المال ان دانيال عايز يبقى معاه فلوس بالعبيط ويبقى معاه اكبر قدر ممكن من الفلوس، وجشع السلطة ان هو يبقى الرجل رقم 1 للنفط في امريكا، حتى لو هتوصل ان هو يجي على المنافسين او حتى يجي على العمال اللي شغالين معاه وسكان البلدة، او حتى ان هو يجي على ابنه شخصيا. زي ما قلت لك الفيلم ده واحد من اكتر الافلام الايقونية اللي ممكن تتفرج عليها في حياتك، واحد من اكتر الافلام الايقونية اللي ناقشت موضوع الجشع ده. لو ما اتفرجتش على الفيلم ده لحد دلوقتي انا مش فاهم انت بتعمل ايه في حياتك بامانه. اعمل لنفسك خدمه واتفرج على الفيلم ده وهتعرف معنى الجشع الحقيقي، وهتشوف واحد من افضل الافلام اللي هتشوفها في حياتك، واحده من افضل الاداءات التمثيليه للسير دانيال دي لويس. وكده كده اعرف ان اي فيلم هتتفرج عليه للمخرج بول توماس اندرسون هيبقى حاجه عظيمه وايقونيه، مش المخرج المفضل بتاعي من فراغ يعني، عيب عليك عزيزي المشاهد. الفيلم السابع والأخير معانا فيلم اسمه Being John Malkovich. ركز معايا عشان ده واحد من أغرب الأفلام اللي هتشوفها في حياتك حرفيا. فيلم للكاتب تشارلي كوفمان اللي كتب Eternal Sunshine of the Spotless Mind، والمخرج سبايك جونز اللي أخرج فيلم هير. الفيلم بيبدأ بشخص اسمه كريج، وده شغال بوبيتير اللي هو بيحرك وبيلعب بالعرايس يعني، وهو محرك عرايس موهوب ولكن عايش عيشة بائسة ومحبطة. لحد دلوقتي القصة عادي جدا يعني مفيش حاجة غريبة. هو شغال في مكتبه عادي، بيكتشف ان في مكتبه باب صغير قوي مستخبي كده عنده في المكتب، ولما بيخش الباب الصغير ده بيتسحب مرة واحدة والباب بيقفل، وبيلاقي نفسه جوه دماغ الممثل جون مالكوفيتش. يعني معرفش تعرف الممثل جون مالكوفيتش ولا لأ، بس ده اللي عمل افلام زي كون اير وريد وكده يعني، هو ممثل حقيقي وممثل مشهور يعني. فبعد ما يخش في دماغ جون مالكوفيتش بيشوف اللي هو بيشوفه وبيحس باللي جون مالكوفيتش بيحس بيه، وبيقعد جوه لمدة ربع ساعة بس بعد كده بيخرج تاني. بس لما بيجي يخرج ما بيخرجش تاني للمكتب اللي هو كان فيه، لأ بيترمي مرة واحدة على هاي واي في نيو جيرسي. فبيبدأ كريج ومراته ماكسين ان هم يستغلوا الباب اللي هم لقوه ده
ان هم يحولوه لبزنس ويطلعوا منه سبوبة ويخلوا الناس تخش جوه دماغ جون مالكوفيتش لمدة 15 دقيقة وياخدوا مقابل ده فلوس. والهبل ده كله بيتسبب ان جون مالكوفيتش بيتجنن، ان هو بيحس ان في حد بيكلمه في دماغه وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل. وبيوصل ان كريج بيدمن ان هو يبقى في دماغ جون مالكوفيتش وعايز يفضل عايش حياة جون مالكوفيتش ومش عايز يعيش حياته المملة والبائسة تاني. فيلم مجنون حرفيا، ولسه لما تتفرج عليه هتلاقي حاجات مجنونة اكتر من كده بكتير. يعني الجشع في الفيلم ده بيتقال عليه الجشع الوجودي، ان هو في شخص غير راضي عن نفسه وغير راضي عن حياته، لا هو عايز يستولى على حياة شخص تاني وان هو عايز يعيش حياة شخص تاني. وحرفيا بيوصل لدرجة ان هو بيستغل دخوله لدماغ جون مالكوفيتش وبيحول الموضوع كبزنس عشان يكسب من وراه، وهو قاعد بيكسب فلوس وحياة جون مالكوفيتش بيتدمر والراجل بيتدمر نفسيا بسبب كل اللي بيحصل حواليه ده. فيلم مجنون زي ما قلت لك حرفيا، لكن فيلم رائع رائع رائع. صدقني لو شفته مش هتندم، واحد من اكتر الافلام العبقرية والغريبة اللي ممكن تتفرج عليها في حياتك. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. شكرا جدا لو وصلت لحد هنا. ما تنساش تقولي في التعليقات ايه هي الخطية الجاية اللي عايزنا نتكلم عليها في الفيديو الجديد للسلسلة دي، وايه الحاجات اللي عايز نعمل عليها فيديو بشكل عام. واهم حاجة ما تنساش تقولي رأيك في الافلام دي بعد ما تشوفها تحت في التعليقات. شكرا جدا على وقتكم، واشوفكم في الفيديوهات الجاية.